سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه وعافيه. نرحب بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ام ريتاج، ونرحب بكل المشتركين اللي معايا، ونرحب بكل المشتركات اللي تحقوا بيا جداد واللي دخلت قناتي بصدفه وعجبتها. واش نقول لك؟ ابوني جيم وتعليق هذا مكان، ان شاء الله يكون وصفاتي رايتنا لاعجابكم ونكون في المستوى. اليوم باش ندير معكم وصفه خفيفه ظريفه واللي هو سباغيتي بطريقه جد سهله وبسيطه بدون لحم ولا دجاج والبنه. واش نقول لكم؟ روعه روعه روعه. قبل ما نبداو نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونجوزوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله. اول حاجه هنا في الطنجره درت 4 حبات تاع بصل مع 2 سنينات تاع الثوم، يعني ربيتهم وقليتهم مليح كما راكم تلاحظوا مع الزيت ومع وريقات تاع الرند. هنا بعد ما تقللنا مليح هذاك الثوم مع البصل نضيف له نص ملعقه كبيره تاع الطماطم الصبراء، ايضا نزيد نخليها تتقلى ونضيف لها نص حبه جامبو ونخليه تتقلى غير بالزيت كما راكم تلاحظوا. هكذا هنا درت انا جامبو باقر، وانتي اي نوعيه اللي عندك قادره حتى تستغني عليه، لكن جامبو باقر يعطيها واحد، يعطي لها بنه ما يعطيلاش هذيك الريحه، يعني كيما الجامبو تاع دجاج ولا فيه واحد الريحه، لكن هذا جامبو باقر صدقوني يجي بنين وما فيهش الريحه. هنا ضفت واحد الفنجل تاع الماء خليتها تغلى كيما راكم تلاحظوا، ونضيفوا ملعقه ونص تاع طماطم صبرا. هنا كاين اللي يقول لي بالك تجي قارصه، انه ما تجيش قارصه وتجي ما شاء الله. انا هنا نستعمل طماطم صبرا تاع زهره، وانتي اي نوع اللي عندك، لكن الطماطم الزهراء يعني تجي حمراء وتجي ما شاء الله يعني عن تجربه. هنا نجيبو كاس تاع الماء نضيفو ونخليها تطبخ مليح، نقز عليها ونخليها تطبخ حتى تبدا تطاير هذيك لاصوص وتكون لاصوص واجده. يعني هذا هو السر تاعي تاع سباغيتي، باسكو الفاميليا اللي داق سباغيتي تاعي يقول لي اسيا سباغيتي تاعك واش السر تاعو؟ هو لانه نخليه يتقلى مليح لاصوص ونخليها حتى تبدا تطاير كما راكم تلاحظوا. هنا يعني درت سباغيتي هذا طالب لوحده من الفاميليا قالت لي ديريهولي. هذا هو الشكل. هنا بعد ما طابت لنا هذه لاصوص نحي كامل لاصوص مطنجره كما راكم تلاحظوا، نحيها كامل مطنجره ونمرق. يعني انا هنا نطيب سباغيتي في الطنجره اللي طيبت فيها لاصوص كما راكم تلاحظوا. هنا نديروا الماء عادي باش نطيبوا سباغيتي. هنا بعد ما يغلى لنا الماء، هنا عفوا نديروا نص الحبه تاع الجامبو اللي بقات لي، ما نديروش الملح، واللي ما ديرش جامبو دير الملح عادي. هنا بعد ما يغلى لنا الماء كما راكم تلاحظوا نرميو سباغيتي بهذا الشكل. انا هنا ما نقسموش، واللي تقسموه يعني هذه اختياري. هكا نخليه يطبخ واحد 10 دقائق ويكون سباغيتي واجد. صدقوني يجي بنين، يعني على شهادة بالفاميليا اللي ذاقوه. هذا هو الشكل بعد ما طابنا، يعني نطفي عليه ونخليه يتشرب. وهنا نبدا نسير به. يعني انا هنا صراحه ما جيتش نصوره، بعد دقيقه الاخرى يعني صورته معاكم، يعني درت كميه قليله للدراري باش يفطروا. وهذا هو الشكل تاع سباغيتي. يعني حبيت نشارك معكم سباغيتي تاع ام ريتاج. ان شاء الله ينال اعجابكم. كما راكم تلاحظوا لاصوص جات خضراء، جات عاقده، جات ما شاء الله، يعني بدون لحم ولا دجاج. وصدقوني البنه روعه، جربوه اكيد راح يعجبكم. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعليق محفز، نتقبل حتى انتقاداتكم واقتراحاتكم. وفي الاخر واش نقول لكم؟ تهلاو في روحتكم وبزاف بزاف صحتكم. مع السلامه.